الصور اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي لو كنتوا تمعنتوا فيها هتلاقي ان محل الصورة الاساسي او موضوع الصورة الاساسي هو نفس الشخص ده يمكن كلنا ما نعرفهوش بشكل شخصي، لكن لمن يتابع عالم الإعلام وعالم الأعمال التسجيلية والصور أو التصوير الفوتوغرافي يمكن بنسبة كبيرة هيكونوا سمعوا عنه، لأن الشخص اللي كان في الصور اللي فاتت دي هو نفسه، وإن كان دي صور التقطت ليه، لكن هو نفسه أخذ الصورة كحياة كاملة بيحاول انه يعيشها بكامل تفاصيلها، وبيحاول انه من خلال الصورة سواء الفوتوغرافية او التلفزيونية انه ينقل واقع متعاش في بلده، واقع عاشه هو شخصيا وعانى منه زي ما عانى منه معظم أهل بلده. كمان حاول ينقل بيه أفكار، معتقدات، آراء في حاجات كتيرة جدا في الحياة. يمكن ده دايما اللي بيميز المصور الفوتوغرافي والمصور السينمائي والتلفزيوني والمخرج كمان في نفس الوقت، لأنه دايما بيعتمد على الرؤية البصرية لكل الأمور، وإن إزاي يوصل كل اللي عايز يوصله بأبسط لغة بصرية ممكنة وأوضحها للعين حتى لا يخطئها العقل. معانا النهاردة واحد من المبدعين العرب في مجال التصوير الفوتوغرافي، وكلمة مبدعين مش كبيرة، لكن هو واحد من المبدعين العرب الجدد نسبيا، لأن طبعا احنا عندنا تاريخ حافل من متميزين في المجال ده، التصوير الفوتوغرافي وكمان التلفزيوني، وتحديدا في مجال الأفلام التسجيلية. المختلف في الموضوع ان هو عاش تجربة ما عاشهاش كتير جدا من العرب، وهي ان بلده تعرضت للاحتلال على ايدي قوات اجنبية، وبالتالي كان في مادة ثرية جدا بصريا قبل ما تكون سياسيا لكل اللي بيحصل في بلده. معانا النهاردة المصور العراقي الأستاذ لؤي الشيخلي بيشاركنا النهاردة تجربته الفريدة وتجربته الحياتية والإنسانية قبل كمان تجربته المهنية. صباح الخير أستاذ لؤي وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا وصباح الخير على أسرة البرنامج وعلى المشاهدين اللي بيشاهدونا إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. الله يخليك. احنا بنقول التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفزيوني وأفلام تسجيلية، يعني كل ده بيصب في النهاية في مجال الإعلام بشكل عام. نعم. لكن قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوعات دي عايزين نعرف إيه اللي خلاك تهتم في البداية إن أنت تدخل مجال الإعلام بشكل أو بآخر؟ في البداية أنا يعني أول ما يعني أتكلم عن بدايتي أصلا يعني وكيف أنا حبيت الفوتوغراف. أنا أول ما وعيت على يعني على الدنيا أنا كان والدي الله يرحمه صباح الشيخلي هو مصور فوتوغرافي. البيت اللي بيه فيه مصورين فوتوغرافيين، فهذا الشيء كان يدفعني إنه أنا أحب الفوتوغراف وأحب أطور نفسي وأحب إنه أستمر به. فكان دافع أساسي إنه هذا إنه أدرس التصوير وأدخل في مجال الإعلام، لأن أعتقد أنه حسيت أنه أقدر أعبر عن أشياء اللي في داخلي عن طريق التصوير الفوتوغرافي. درستوا فين؟ أنا درست في معهد فنون جميلة في بغداد طبعا. اختصيت 5 سنوات فوتوغراف، وكان هذا الشيء احنا من الأوائل وكنا الدفعة الأولى طبعا في العراق، يمكن تقريبا أول في الوطن العربي طبعا انه 5 سنوات تدرس فوتوغراف، شيء كبير يعني. اول دفعه درست الفوتوغرافيا بشكل اكاديمي قبل ان تمارسوا بشكل فعلي. نعم. يعني طبعا كان في مصورين لكن لم يدرسوا يعني. طبعا انا قبل ما ادخل المعهد انا كنت يعني بصور، يعني اصور مع والدي، صور يعني، بس التصوير اللي هو بالفطره، يعني انا اعتبره انا يعني كان عندي موهبه بس ما كنت اعرف انه انا عندي موهبه. يعني حد دخولي معهد فنون جميله واللي هذا الشيء ساعدني، كان عندي رئيس القسم ومؤسس القسم كان اسمه عادل الطائي، استاذ عادل الطائي، اللي هو اكتشف بي هذا الشيء واللي حببني اكثر في الفوتوغراف. يعني ما كنت اتصور انه انا اكون يعني بصراحه يعني هذا اليوم انا ما كنت اتصور انا حكون في هذا اليوم او جالس امامك انه انا اكون مصور محترف فوتوغرافي او اكون مدرس فوتوغرافي. هذا الشيء طبعا اعطاني دافع اكثر، خلاني احب الفوتوغراف اكثر، خلى عندي اصرار انه انا اظل استمر واكمل دراستي. طبعا بعد ما كملت ال5 سنوات معهد فنون جميله كنت من ال10 الاوائل، انتقلت الى كليه الفنون الجميله، بس في كليه الفنون الجميله غيرت اختصاصي، لان يعني اختصاص في كليه الفنون دخلت قسم احنا عندنا سمعيه مرئيه اللي هو اخراج وتصوير تلفزيوني.
يعني فحبيت اغير. وهو يمكن يتهيألي بيكونوا قايمين على نفس المبادئ بشكل عام، لكن اختلاف الوسيله والتكنيك نفسه. انا دائما اقول انه الفوتوغراف هو الاساس، صحيح. يعني هو اساس التلفزيون، هو اساس السينما. يعني انا حتى دائما افضل انه المصور كان تلفزيوني او سينمائي، افضل انه هو دارس فوتوغراف قبل ما يتوجه لهذا المجال يعني. فهو الاساس يعني، فاكيد يعني فما كان اكو فرق كبير يعني. تمام. طيب استاذ لؤي، محطه مهمه جدا في حياتك اللي تعرض له بلدك العراق من مساله الاحتلال، انت تعاملت بعيدا عن السياسه، تعاملت مع موقف زي ده استفزك ازاي عشان تقدر تعبر عنه بالصوره؟ كان ايه اهتمامك في المرحله دي؟ شوف احنا بعد يعني نتكلم بعد 2003 يعني بعد الاحتلال. بعد الاحتلال تقريبا بشهرين أنا دائما نظرتي للأشياء المأساوية اللي عاشها العراق هي نظرة مو مباشرة. يعني أنا ما حبيت أنه أنقل واقع العراق كنقل مباشر. تمام. لا، حبيت أنه أنقل واقع بنظرة سريالية، نظرة انطباعية أو رمزية يعني. إزاي؟ يعني أنا مثلا إحنا بعد الحرب بشهرين عملنا معرض كان برعاية الأستاذ عادل الطائي. إحنا كنا 8 مصورين. كان بعد شهرين، تعرف بعد شهرين بعد الحرب كان العراق في فوضى، العراق في دمار، العراق خارج من حرب ولا يوجد حكومة، لا يوجد قوات ولا حماية ولا شرطة ولا أي شيء ولا أي شيء يعني. البلد نعم. يمكن أنتم شاهدتوا صحيح. الظروف اللي حصلت. احنا أصرنا أنه نعمل معرض. أنا عملت، بالنسبة لي أنا اختصاصي بورتريت، فعملت بورتريت. أنا دائما بصور النساء. أنا من خلال تصوير النساء أنقل معاناة بلدي، أنقل المعاناة اللي عشتها أنا أو في فترة الحرب أو ما بعد الحرب، عن طريق وجوه، عن طريق أشخاص يعني وجوه اللي هي تعبر عن ما في داخلي، بحيث أنتم تشاهدون الصور، لا الصور فيها حزن، الصور ما فيها ضحك، ما فيها واحدة بتضحك ولا فيها ابتسامة، إنما في حزن، في أشياء ممكن لو تتمعن في الصورة أكثر حتشوف، لا حتشوف العراق يعني ممكن تشوف الحرب في امرأة، في وجه امرأة. فالحمد لله أنه عملنا هذا المعرض. كان تحدي نفس الوقت، انه كيف احنا نواجه هاي الظروف، كيف احنا نقول انه مهما رادوا انه يضعفونا، مهما رادوا انه ينهونا، خلاص احنا لا، احنا مستمرين والابداع مستمر. تمام. استاذ لؤي، اسمح لنا نشوف بقى فاصل تاني في مجموعه من صورك اللي انت التقطتها بعدساتك. تعالوا مع بعض نشوف الفاصل، ولسه الحديث مستمر مع ضيفنا في الاستوديو الاستاذ لؤي الشيخلي، المصور الفوتوغرافي والتلفزيوني ومخرج الافلام التسجيليه العراقي. رجعنا لحضراتكم مرة تانية. أستاذ لؤي، الصور اللي احنا شفناها بالذات الصور الأولى منها كانت واضح فيها جدا كلامك، اللي هو إزاي الوش البشري ممكن يعبر عن معاناة، عن وضع سياسي واقتصادي واجتماعي مختلف. لكن أسأل حضرتك، تصوير البورتريه أصعب بكتير من تصوير لو نقلنا الواقع، يعني إن عملية مثلا حدثت تفجير ما في صور مادة سرية بصريا، ده أصعب، البورتريه أصعب من ده، من المحاكاة الواقعية بالصورة؟ شوف يعني هو كل شيء له صعوبة، احنا ما نريد نسهل الأمور الباقية يعني. بس طبعا يعني مثلا أنا هذا التصوير ونوع التصوير أنا بالنسبة لي صعب جدا. يعني أنا كنت بطلع أصور مثلا في تفجير بيحصل بصوره، تنقل الواقع، نفس الوقت في تفجير صورته. تمام. هو الحدث موجود والمأساة موجودة، بس أنت كيف تنقل مأساتك أو تنقل اللي بداخلك عن طريق موديل، هذا صعب.
كيف توجد الحزن، ممكن الموديل ما حيقدر يتفاعل معاك يعني. يعني معنى كده ان الصور اللي شفناها دي كانت دول موديلز تصوير، وده ترتيب، يعني في ترتيب مسبق، انت بتضع اللمسات على الوضع اللي انت عايز توصله. طبعا، بس الموديل اللي انا اتعامل مع الموديل تعامل خاص، يعني بحيث الموديل نفسه يعيش الحياه معايا يعني. يعني مو انه خلص انه تعي مثلا جلسي احنا كانه استوديو تعي اعملي لا، بحيث يعني اسيب الموديل بتتحرك براحتها، بحيث الاجواء اللي تكون في ميوزك، في الاضاءه الخاصه، بحيث هي توصل اشوفها يعني، حيث يعني اشوف انها وصلت مرحله انه هو هذا الاحساس اللي اريده. ما فكرتش تصور البورتريه الطبيعي اللي في الحياه اليوميه؟ انا ما احب الواقع بصراحه يعني. يعني انا نظرتي للواقع ما احب انه انقل واقع مباشر يعني. دائما احب الواقع اللي هو انا برؤيتي انا، يعني الواقع اللي هو مثل ما قلت لك سريالي بيكون يعني، او انطباعي او رمزي. فهذا اشياء يعني انت تقدر من خلال الصوره تفرغ ما في داخلك يعني. فهذا شيء جميل انه عندك طاقه وتفرغها عن طريق صوره، وهاي الصوره ممكن حتنشر، حتنباع، حتتعلق، يعني ممكن نشوفها على جدران بيوت او في اماكن عامه. فهذا شيء جميل يعني. طب استاذ لؤي، الانتقال بقى من الفوتوغرافيا الى التلفزيون، حضرتك ذكرت ان بعد الدراسه ال5 سنين في المعهد انتقلت الدراسه في الاكاديميه. نعم. وانتقلت في التخصص الى المرئيات او الاخراج والتصوير التلفزيوني. على مستوى الاحتراف العمل بقى اتنقلت ازاي؟ يعني بعد التخرج، انا قبل التخرج اشتغلت في قنوات فضائيه، يعني فضائيه، بديت يعني اشتغل في المجال في القنوات الفضائيه في العراق طبعا. تعرف القنوات الفضائيه، يعني انا اول ما اختاريت القسم 7 مرئيه كان في سينما وكان في تلفزيون. انا درست فوتوغراف هو سينما. تمام. يعني رحت الكليه ففكرت انه لا، خل اغير. وفي ثاني وقت انه الثوره الحاصله في هذا الوقت انه التلفزيون وبدا الفضائيات تكثر فكان تفكيري صحيح طبعا. فطبعا بديت انتقل، يعني اشتغلت في فضائيات كثيره في العراق يعني. فيعني كان شغل حلو انه انت من تشتغل مصور تلفزيوني بس برؤيه فوتوغرافيه. وحد هذا الوقت انا يعني معنى حضرتك ان انت كمان ما اهتمتش في الشغل التلفزيوني بالشغل التقليدي اللي طبعاً. هو داخل استوديوهات، لا شغل مرتب. يعني بحيث انا قاطعك انه انا ما احب يعني من اشتغلت في التلفزيون وحدث انا اشتغل في التلفزيون انه ما احب اشتغل في الاستوديو. احب اكون خارجي. يعني احب انه مثلا اشتغل برامج، اشتغل يعني اذا في افلام للتلفزيون او اي شيء، يعني في البرامج او تصوير الخارجي حتاخذ اكثر حريه، حتقدر ان تبدع. ولو انه انت طبعا انت عندك مخرج وعندك يعني، بس مثلا في الانسرتات يعني دي انا متعتي في مثلا الانسرتات، بس عشان يمكن احنا بنبقى سهل علينا ادراك الانسرتات او الانسرتس اللي هي بتبقى مجموعه من اللقطات مسجله صوره فقط، عاده بتستخدم صوره فقط وبنستخدمها لملء فراغات معينه في الشغل، لكن المفروض ان ليها منطق في التصوير، بتكون معبره عن حاجات معينه بتخدم موضوع العمل ككل. استاذ لؤي، اسمح لي نشوف فاصل تاني مع حضراتكم، برضو مجموعة من الصور وهنستقي منها بعض الأسئلة. خلينا نشوف مع بعض هذا الفاصل، وبعده احنا لسه في الانتظار في هذا الحوار.